رمضان كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يلا نبدأ نعمل مخلل رمضان السريع وهتاكليه بس في 5 ايام. حلو جدا، وهنعمل مخلل مشكل. اول حاجة كده لما ابدأ اشتري الخضار بتاعي، اشتري الخيار الحلو الصبحة كده بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه، الحجم الحلو ده بالشكل ده، الخيار البلدي بتاعنا. وهجيب الجزر الطازة بتاعي كده بالحجم ده، ومعايا زهرة من القرنبيط كده، عايزين بس الزهر بس بتاع القرنبيط، هنقطعه قطع صغيره. ومعايا بصل قرمه صغير بالشكل ده، ومعايا حوالي نص كيلو من الليمون، وانا مش بكتر ليمون بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. اول حاجه كده جبنا الخضار وابتدينا نغسله كويس جدا، وهنبتدي نقطع بالشكل ده. هنا في الخيار انا بحب اقطع الخيار كبير شويه، لان الخيار ملوش روح، بيستوي بسرعه، فاحسن هنا ان انت تقطعي قطع كبيره شويه للخيار بالشكل ده. عايزه تقطعيه زي ما انا كده فصلته نصين وقطعته، او هتقطعيه مدور بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. طيب، المخلل بتاعنا النهارده بدون محلول زي اللي احنا بنعمله على طول. دايما لما بعمل مخللات معاكم بعمل بالمحلول. هنعمل مخلل حلو جدا في 5 6 ايام هتاكليه بدون محلول. طب هنعمل المعادله دي ازاي؟ المعادله يا جماعه دي بتتعمل، الفكره في الخل. الخل لما بيكتر معانا في المخلل بيبوظ المخلل، بيطري المخلل. طبعا الخل بيعمل عملية تسوية سريعة للمخلل بتاعنا، ولكن احنا عايزين نسبة وتناسب. فهنعمل ايه؟ طبعا مادة الحفظ بتاعتنا بتبقى معايا معلقتين كبار من السكر. طب وبالنسبة للخل هحط على ال3 كيلو من الخضار، هحط بالظبط معلقتين كبار من الخل. تمام، مش هكتر عن كده. طيب، هنعمل المعادلة بتاعتنا ازاي اللي هي بدون مية، ونبردها ونعقمها ونبدأ نحط المية. خليكي معايا لغاية نهاية الفيديو عشان تشوفي بالظبط احنا هنعمل ايه. وطلع ملوش حل يا جماعة، وطلع في 5 6 ايام حلو جدا، ومحتفظ بالقوام بتاعه، ومقرمش بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. طبعا انا قشرت الجزر بتاعي وابتديت كده اقسمه نصين، وابتديت اقطعه قطع كده متوسطة بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. معايا مية سخنة على النار، وهبدأ انزل الليمون بتاعنا، وبنجيب الليمون اللي هو الرفيع بتاعنا بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. هسيبه على النار حوالي 5 دقايق بس. 5 دقايق ابدا ارفعه من على النار، احطه في ميه ساقعه عشان خاطر اوقف عمليه السوا بتاعتي، ودي حاجه مهمه جدا. شايفينه خد تسويه بس متماسك شويه. معايا 5 معالق كبار من الملح، معايا ربع كوبايه من عصير الليمون، معلقتين من الخل، معلقه ونص من البابريكا، ومعلقه ونص من الكركم. ومعايا هنا حوالي كده هريسي الشطة معلقتين لو متوفرة عندك، او ممكن تحطي اللي هو الشطة بتاعتنا الناعمة، او الشطة اللي بتبقى مجروشة اللي بتبقى عند العطار. وانا الصراحة عملت كده لاني لقيت الهريسة بتاعتي اللي موجودة عندي خلصت تماما. وحطيت كمان نص كوباية من الزيت، ولكن المقطع ده ما لقيتهوش على التليفون. وهنبتدي نقلب بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه، ونبتدي ننزل الخضار بتاعنا. طبعا بعد ما عملنا البصل كده قطعناه كده، وابتدينا كده نغسله بالشكل ده، هنبدأ بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه نحط على الخلطة اللي احنا عملناها. هنا الفكرة في ايه بقى يا بنات؟ هنا الفكرة ان كل الخضار بتاعي ده هينزل ميته على الخلطة اللي احنا عملناها، فتعمل لي محلول ويبقى منه فيه كله كده بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه، وفي نفس الوقت هو مخلل سريع بالشكل ده. انسي ان هو يعمل معاكي ريم، انسي ان هو يطرى معاكي، لان احنا حاطين نسبة الخل نسبة وتناسب. تمام، المقادير اللي انا اديتها لك دي مقادير 2 كيلو من الخضار، ولكن لو هتعملي اكتر هتحطي طبعا هتضاعفي الكمية بالشكل ده. وابتديت انطقه كده بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه، وجبت علب محكمة الغلق بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه، محكمة وتبقى كمان متعقمة، يعني تحطيها في ميه سخنه تعقميها كويس جدا بالشكل ده، وتبداي تحطي كده المخلل بتاعك بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. لو وصلتي معايا لغايه هنا ما تنسيش تحطي اللايك، وخلي بالكم ان اللايك بيرفع الفيديو ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. وانا زعلانه منكم جدا لان الفيديوهين الاخرانيين وقعوا تماما تماما يا بنات. فيا ريت كده نتقي ربنا، واحنا في شهر مبارك كده داخلين على شهر رمضان، وكل سنه وانتم طيبين يا جماعه. بالله عليكم احنا بنتعب. تمام،
تمام، عشان اوصل لكم المعلومة وعشان تلاقوا عندي جديد، فانا بتعب في التفكير وبتعب كمان في عمايل الفيديو ده، غير يا جماعة المونتاج. هحط بقى كل المقادير بتاعتي. شايفين بقى الميه اللي نزلت بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه؟ احنا ما حطيناش ميه اطلاقا. انا ابتديت كده لان انا مضاعفه المقدار ده 3 كيلو من المخلل، فطبعا ابتديت احط كده نص المقدار هنا ونص المقدار هنا. ومعايا استفنديايه كبيره جدا كده بالشكل ده، خدت القشر بتاعه بيبقى طعمه عايزه اقول لكم بمنتهى الجمال طبعا. وما تنسيش هنا الكركم، لان الكركم بيدي لون حلو جدا للمخلل بالشكل ده. وهقفل عليه كده في كيس نايلون كويس بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه، وهبدا ارج معايا البرطمان بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه، وهبدا اقلبه الناحيه التانية. هبدا اقلبه الناحيه التانية، واول يوم هتلاقي كده نزل ميته. كل ما هتسيبيه اكتر كل ما هتلاقي الخضار بتاعك نزل ميته ومنه فيه كده وروعه جدا واستوى. ولا تقولي لي بقى ان هو عمل ريم، ولا تقولي لي ان هو باظ او طري، لا ما شاء الله. طبعا السكر بيحتفظ بقوام المخلل زي اللي بتاكليه كده في المطاعم بيبقى مقرمش. ده كان يا بنات كده معايا اول يوم بالشكل ده. انا قلبته كده على الناحيه التانية، اللي هو قلبته على الغطيان بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. تمام، كل يوم باجي اقلبه على الناحيه التانية، يعني اقلبه على الغطا على سيفه كده، وبعدين كل ما اخش المطبخ اليوم اللي بعده هكذا لمده 5-6 ايام يا بنات، لغايه ما اداني القوام ده، او بمعنى اصح الايه الشبش زي ما بيقولوا او بيسموها الميه بتاعه المخلل بالشكل ده. شايفينه الخضار نزل ميته بقى جميل بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه؟ ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. كل مخللايه هنا يا جماعه مقرمشه، عايزه اقول لكم ما شاء الله، واللون تحفه جدا تحفه جدا تحفه جدا. يعني ولا سلقنا بقى او حطينا في ميه سخنه البصل ولا الكلام ده. البصل طبعا مع على مدار الايام هتلاقيه استوى لوحده، هتلاقيه بيقرش شويه الايام دي، بس طبعا كل مثلا لمده كده 10 ايام الايام اللي جايه كده هتلاقيه استوى اكتر. شايفينه بقى مقرمش معانا ازاي؟ طبعا انا هنا قافله الصوت ما خدتش بالي. مقرمش الجزر وحاطه الخيار والقرنبيط، انا بحبه جدا في المخلل بيبقى روعه، عشان كده انا مكتره الصراحه قرنبيط بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. مخلل بدون اي نقطه ميه، روعه جدا. وهتعمليه لو ما لحقتيش تعمليه، لو هتعمليه الايام دي ان شاء الله كده يوم 5 رمضان كده هتاكلي منه وهتبقي مبسوطه جدا. اللي بيخلي المخلل بتاعنا يطرى زي ما قلنا الخل، واللي هو الملح لما يكون قليل. الملح لازم بتاعه يكون مظبوط يا بنات، عشان يبقى الحدق بتاعه حلو ويبقى مخلل ما يبقاش دلع. تمام، فكان 5 معالق كبار رميتين من الملح، كان المخلل بتاعنا مظبوط بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه، رائع جدا بالشكل ده. وكده خلص الفيديو معايا النهارده. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. ولو وصلتوا معايا لغايه هنا ما تنسونيش في اللايك والشير فضلا ليس امرا. لو لسه ما اشتركتوش في القناه اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وكل سنه وحضراتكم طيبين وبخير ان شاء الله.